يا مساء الانوار. بصوا بقى لي كتير، بس يلا بينا هنعمل خطوه جامده جدا هجربها معاكم لاول مره على فكره. هعمل محشي في حله الرز اللي هي بالبخار. انا كنت وريتكم الفرق قبل كده ما بين الحلتين اللي عندي. النهارده هعمل فيها محشي كوسه وبتنجان. بصوا انا رصيته هنا كله اهو. هجرب كمان الفراخ فيها. انا جربت الفراخ البانيه، ولكن الفراخ العاديه كده ما جربتهاش بصراحه. فانا قلت هديها صدمه على النار، هحط وركين بس هديهم صدمه على النار، وبعد كده احطهم على مصفة البخار اللي فوق دي، ونشوفها دلوقتي وانا بزود الشوربه بزود الحاجه فيها هتطلع ازاي. هنا هحط الفراخ تاخد صدمه. هي المفروض ان انا ممكن احطها كلها زي ما هي، بس انا ما اعرفش يعني عشان انا بجربها فما اعرفش. وطبعا احنا في المصيف ومعايا ناس ولازم يكون في حاجه بديله. وهحط هنا المحشي بتاعنا، هوريكم بقى عقبال ما الفراخ تاخد صدمتها. ده المحشي بتنجان وكوسه. هنا حطيت المحشي في قلب الحله وهحط له الميه بتاعته، وهنحاول نحط كده فوق الحاجه كلها. تقريبا انا حطيت 4 كوبايات شوربه او ايا كان بقى اللي عندك. والمفروض ان انا خلاص كده تسويها، بس انا هجرب عليها الفراخ، فقلت مش هحط الفراخ فيها نيه خالص. انا عملت فيها بانيه قبل كده اللي هو من غير بقسماط، فانا دي صدمه كده زي ما انتم شفتوها في الاول، وهحطها عليها، وهي اي بقى صوص او اي سمنه فيها او كده هتنزل فيها، وتوابلنا فيها وحاجتنا فيها، وهنغطي وهنحسب الوقت اللي احنا فيه. مجرد ما هحط الفيشه هي هتنور بره كده قدامنا اهي. فانا الزرار ده هنزله عشان اعمل تسويه. هي دلوقتي هنا بتبقى تسخين، اللي تحت ده تسخين، اللي فوق لازم ينور عشان يبقى تسويه. فانا هعمل كده. هنحسب الوقت تقريبا الساعه دلوقتي 7:10، فعايزه اعرف المحشي هيستوي فيها في خلال قد ايه، وهل الفراخ اللي فوق هتستوي ولا لا. انا اديتها بس صدمه، كلها تجربه معاكم مباشر كده، وزي ما تطلع بقى لا تغدوا لا يدوا عليا. بصوا هي لسه ما خلصتش البخار بتاعها، لان انا حطيت ميه كتير. انا حطيت 4 كوبايات ميه، والمفروض ان انا تقريبا كنت احط 3 بس، اكتفي ب3 او 3.5 مثلا. فهي طول ما هي فيها ميه هي عمرها ما هتوقف التسويه. لازم البخار بتاعها كله يخلص علشان يبقى الميه بتاعتها نشفت يعني، فتبتدي ان هي تهدي بقى اللي تحت، تبقى السخونيه اللي تحت. فانا طبعا حاسه ان المحشي استوى. انا بفتح عليها في النص عادي جدا، تقدري تفتحي عليها في النص مش هيحصل لها حاجه. هنا اول حاجه انا هوريها لكم الفراخ انا طبعا اهو كده الفراخ استوت، اللي انا كنت حطاها الوركين عشان اجرب هي بتستوي ولا لا. هوريها لكم كده. شايفين الفراخ استوت تماما، شايفين؟ بصوا هي عماله تبقبق او بتغلي يعني كويس قوي، والميه فيها زياده. كانت تقريبا محتاجه ان انا اقلل نص كوبايه الميه، ما كانتش محتاجه الميه دي كلها، لان المحشي كمان جوه استوى. هوريكم هي دلوقتي كده ما فصلتش، شايفين؟ طول ما هي احمر هي لسه ما فصلتش. المفروض ان انا لا افصل بقى الفيشه خالص طالما انا لقيت اكلي استوى، وخصوصا في المحشي او الحاجه اللي انت هتحطيها غير الرز هي بتشرب الميه مقدارها وبيسويها وبيفضل على تسخين. انا فصلت وهي تفضل برضو السخونيه شغاله فيها. فانا عايزه بقى اطلع كوسايه كده ولا بتنجانيه. ادي اهو كله استوى زي الفل وما لزقش. انا كده اصلا فصلت وكمان شلت الفيشه خالص، ولكن هو هيفضل محتفظ بالحراره وهو في الحله، لان السخان تحت سخن وهنا هي دي بتبقى سخنه. خلي بالك الايد بتاعتها ما بتسخنش. الفراخ من هنا استوت، يعني اقدر بقى احط بعد كده فراخ واعمل كبسه. الكوسه والمحشي بصوا استوى كله، والرز زي الفل، البتنجان زي الفل، فلفل، والرز طالع مستوي. الفراخ نفسها انا كنت خايفه من الفرخه هل هتستوي ولا لا، لان انا كنت عامله قبل كده بانيه على رز بسمتي. لا استوت كلها زي الفل. نصيحتي بيها تتجاب لانها هايله. الوقت بتاعها اللي اخدت تقريبا 50 دقيقه، ساعه الا 10 دقائق بالظبط. وكانت ممكن اقفل عليها قبل كده كمان، بس انا قلت افضل مسويه المحشي اكتر وقت اقدر اسويه فيه. انصح بيها؟ طبعا انصح بيها. انا هي دي معايا بلاك اند ديكر، ده اللي عملت بيها هنا، ومعايا واحده تانية كينود. وبرده في يوم اعمل لكم الاثنين مع بعض مثلا نفس الطبخه في نفس الحله. طبعا انا كنت بقى خايفه جدا، اصلا كنت محضره بانيه عشان لو ما سواش اعمل بانيه وعيش، اعمل بانيه وسلطه. فالحمد لله نجحت والمحشي طلع تمام. فطبعا انصحكم لو انتم في مكان، خصوصا لو في مصايف او في انبوبه فصلت او في اي حاجه، تقدري تطلعي دي على طول وهتلاقيها زي الفل. شكرا، واشوفكم فيديوهات تانية على خير.